أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. هذا شيخنا يعني واضحة في قانون الجزاء من جنس العمل. نعم. لو عشنا مع هداياته يعني. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى في مثل القاعدة التي تقول الجزاء من جنس العمل، الله سبحانه وتعالى يقول آية شبيهة بهذا، وهي يعني من أجمل ما يستدل به على قاعدة الجزاء من جنس العمل. قال الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذه الآية سبحان الله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، عندما يعني نقرأها أقف عندها والله، ولولا يعني أحيانا أقرأها في الإمامة، ولولا أنني لا أحب أن أطيل على المصلين خلفي وخاصة في صلاة الفجر. سبحان الله، يمتلئ قلبك أملا بالله سبحانه وتعالى، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمن: لا تخف، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع عمل عامل. الله سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. بما أنك يا مؤمن أحسنت في الدنيا، أحسنت العلاقة مع الله، أحسنت العلاقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسنت العلاقة مع المؤمنين، أحسنت العلاقة مع والديك، مع أهلك، أحسنت العلاقة مع هذا الدين، أحسنت هذه العلاقة، لا تخف وأبشر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإن الرب سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى الذي يحب المحسنين، هو رب المحسنين سبحانه وتعالى، وهو خير من أحسن. الله سبحانه وتعالى سيحسن إليك. فمن عمل صالحا فلنفسه. الله سبحانه وتعالى غني عن عبادته، كما هي القاعدة المعروفة التي ندرسها نحن يعني في العقيدة وفي التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى، وهذا قد أجمعت عليه الأمة، يعني الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: من عمل صالحا فلنفسه، لك تنفع نفسك، لا لله. الله غني عن أنت المحتاج لهذا العمل الصالح. نعم، إنما تعمل لأجل نفسك، ومن أساء فعليها. أنت الذي يعني أنت متضرر، وقعت نفسك وإثمها عليك، ثم إلى ربكم ترجعون. يعني كلاكما، الصالح وغير الصالح، كلاكما سترجعون إلى الله سبحانه وتعالى فيحاسبكم. يحاسب المحسن على إحسانه فيكرمه، ويحاسب المسيء على إساءته فربما يعذبه، أو يتجاوز الله سبحانه وتعالى بمشيئته ورحمته ومنه وكرمه سبحانه وتعالى ويعفو عنه. فهنا هذه الآية يقول لك: أنت التي تعرف الطريق،